السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. من 250 جرام من الدقيق العادي النهارده هنعمل تورتايه مقاس 22، وكمان هنعمل طاجن مقاس 20. تمام. انا معايا التورتايه اللي معايا ديت عملت معايا 4 طبقات، بسم الله ما شاء الله زي انتوا شايفين كده. على اول درجة من المنشار. تمام. عملت معايا السمك الطبقة دوت، عملت معايا 4 طبقات. ال4 طبقات هعمل 3 للتورتة، وهاخد الطبقة الأخيرة هعملها طاجن وأعرضها فوري. التورتة كانت مطلوبة مني والطاجن هيتعرض فوري. تمام. هبدأ أول حاجة أجيب طبعا الاسبونج، عاملاه 250 جرام من الدقيق و200 جرام من السكر، وعليهم معلقة من المحسن صغيرة بس مليانة، ومعلقة برضو صغيرة من البيكنج باودر مليانة. يعني ما خدتش كيس البيكنج باودر كله. وطبعا فانيليا و4 بيضات و100 ملي من المية المثلجة. وهبدأ ان انا اضربهم كلهم كويس جدا لحد ما يعمل معايا فوم كده، والخليط يكون فاتح. هبدأ ان انا احطه في صينية مقاس 20. طبعا هي التورته بتتقال 22 لما بتكون في صينية مقاس 20، يعني بتزيد 2 سنتي. كل تورته بتزيد 2 سنتي عن مقاسها الاساسي بتاع الكيكه. يعني دي كده مقاس 20، بعد ما اجلسها هتبقى مقاس 22، ممكن اكتر كمان. هبدأ بقى ان انا اجيب الكريمة بتاعتي، وضربت الكريمة بتاعتي ما حطيتش حاجة غير لبن بودر بس. احنا في الحر فبعملها بمية مثلجة واحط لبن بودر، لان اللبن الحليب مش هيستحمل خالص الجو دوت، ان هي لو قعدت كذا يوم في التلاجة تعيش وتبقى طعمها تحفة زي ما هي. وكمان حطيت السكر والمية مع بعض، وبعدين حطيت عليها الكريمة واللبن البودر. تمام. عايزه اضيفي اي اضافات تانية، بستري اي حاجه، تمام. انا هم حبوها فانيليا، وحابينها كمان ال آه، ان هي يعني تكون طعم الكريمه. فتمام، ما رضيتش احط بقى بستري، فانا حطيت لبن بودر. زي انتوا ما شايفين كده، عملت الطبقه الاولى والتانية، وبدات ان انا اساوي. ما حطيتش اي حاجه من جوه. طبعا ده على حسب اتفاق سعرك مع العميل. هو عايز حاجة من جوه، صوصات، مكسرات، أي حاجة من جوه، لأ. أنا ما حطيتش أي حاجة خالص من جوه. هو الكريمة بس، وكان طعمها بصراحة خطير جدا. وطبعا دي كريمة المتحدة. هبدأ بقى ان انا احط الطبقة التالتة الأخيرة. بس انا هبدأ ان انا احط عليها السيروب من الجنب اللي انا هحطه على الكريمة. تمام. وعشان من فوق ما احطش سيروب، يعني في التغليف من فوق ما يبقاش فيه سيروب في الكيكة. هبدأ بقى ان انا احط كده. دي كانت الطبقة الأخيرة من الكيك من تحت، بحيث ان هي ما تكونش فيها فتافيت كتير. تمام. وانا برضو شلت يعني شلت منها الحتة الملونة قوي، شلتها. وعلى قد ما اقدر بحيث ان هي تكون طرية في الاكل. طبعا انا بسقي الكيكة بسيرب علشان خاطر ما تحمضش، يعني بلاش بقى مية الكمبوت والحاجات دي علشان ما تحمضش الكيك. هبدأ ان انا الم الزيادات ديت كده على التورتاية واحطها في التلاجة، لان كان معايا شغل تاني. فاحطها في التلاجة شوية كده، وابدأ ان انا اخدها تاني بقى وايه واكمل تجليس فيها. زي انتوا ما شايفين كده، التورتاية حطيتها في التلاجة ورجعت جبتها تاني. هبدأ بقى ان انا اجلسها. لازم الكريمة لو اتركنت شوية هبدأ ان انا اضربها حتى كده بايه، بمعلقة سيليكون او اي معلقة معايا. عادي من غير مضرب ولا حاجة، علشان خاطر اطلع كل الهواء اللي فيها، ما يكونش فيها زي فراغات كده وانا بجلس التورتايه. هبدأ بقى ان انا اجلس كده في الجناب بكيس حلواني. لو ما عندكش كيس حلواني، كيس تلاجة، او تقدري تاخدي بالاسباتيولا وتحطيه على جناب التورته كده بالشكل دوت. وهبدأ ان انا اساوي بقى بالاسباتيولا اللي معايا الاول، وبعد كده بالسكرابر. تقدري تساوي، يعني انت لو عندك اللي هي السكينة اللي هي المشرشرة اللي انت تقطعي بيها الكيك اصلا، دي تقدري تعملي بيها كمان، يعني تقدري تساوي بيها التورتة، وتقدري تعملي بيها تبقى بدل السكرابر، وكل حاجة تبقى شغالة معاكي. يعني مفيش حاجة تقف قصادك. انا كنت بعمل كده الاول. تمام. واحدة واحدة بتجيبي ادواتك. مفيش اي مشكلة لو انت بتعملي مشروع، فانت واحدة واحدة بتجيبي ادوات. انا الاول كنت بعمل على اي صينية، احط التورته على اي صينية واشتغل.
لحد ما جبت الطبق الدوار، بس برضو مش عاجبني، يعني عايزة اجيب زيه زي الصينية يعتبر، بس هو يعني مقضي غرض بس. لكن الستانلس ده تحفة جدا، ان شاء الله نجيبه. هبدأ بقى ان انا كده بالسكرابر همشي، ولو في اي حتة فيها فراغات هبدأ ان انا املاها الاول وبعدين اشغل السكرابر معايا. شايفين مثلا زي الحتة دي فيها فراغات، اروح حاطة فيها حتة كريم. تمام، هلم كده اي زيادات من فوق كده بطريقة عشوائية، وبعد كده اشغل بقى السكرابر وابدأ ان انا اساوي الجناب واساوي الوش من فوق. معايا طبعا اي حاجة فيها مية سخنة، واسقط فيها السكرابر او السكينة المشرشرة اللي هي بتاعة التورتة، او اي حاجة معايا هجلس بيها اسقطها في المية السخنة. وبعد كده ارجع ان انا امشي على الكيكة مرة واتنين وتلاتة لحد اما الاقيها كلها بقت متساوية وواخدة شكل حلو. تمام، زي انتم ما شايفين كده بالطريقة ديت. وطبعا هساوي بقى الوش بتاعها من فوق. مش شرط قوي، يعني انا عملت جنب بالسكرابر كده مشرشر، والتاني سويته على قد ما اقدر، بحيث ان انا هحط عليه صوص شوكولاتة، وده كان طلب العميلة ان انا اعملها كلها بيضة عادي وفانيليا وكريمة، بس هاجي على جنب واحد احط لها عليه صوص شوكولاتة بس. طبعا صوص الشوكولاته انا بصراحه ما عجبنيش الجاهز اللي من بره، فانا بعمله يعني طول عمري بعمله. حبيت ان انا اجيب الجاهز اللي من بره، ما عجبنيش خالص والحمد لله ما كررتوش تاني. هبدا بقى كده معايا قمع يكون بسيط، مش عايزاه يكون كبير قوي بحيث ان هو يبين لي شكل التورتايه. هبدا ان انا امشي كده على على الجزء اللي هو الكريمه. بصوا غصب عني صباعي، عشان انا كنت الطبق الدوار حطيته في التلاجة في عليه تورتاية تانية يعني. فانا حملت الحلة اللي انا خبزت فيها، فما عرفتش بقى ان انا الفها، فغصب عني مش واخده بالي راح ايه صباعي نتش الكيكه. مفيش اي مشكله خالص، هتتصلح. ده كده كانت شكل التورتايه بتاعتي في الاخر بعد ما طلعتها. عملت الروزيتات بالشكل دوت، وحطيت كاندي توت كده وعين جمال، حطيت مكسرات يعني اللي هي الفانيليا بتبقى بتحب المكسرات قوي. وبعد كده الجزء التاني حطيت عليه صوص شوكولاته، وحطيت عليه اوريو وروزيتتين كده من الكريمه. ودي كده كانت التورتايه. طبعا عملت الطاجن بس للاسف ما جاش في التصوير. عملت طاجن